هذا المستثمر هذا عملنا فيه جهد كبير. هذه 4 شهور ولا 5 شهور حنا خدامين في السريه مع هذا المستثمر هذا، حيت حنا العام اللي فات بعض المستشارين اللي كانوا غيمولوا الفريق، فاذا به الهضره خرجت وناضوا كيتصلوا بهاد المستشارين هادو وعرضوهم قالوا ما تمولوش، كاين فرق اخرين، كاين هذا كاين هذا. المهم جراونا على هاد المستشارين هادو اللي كيحبوا الفريق. دابا انا هادشي كنعملوه في السريه. انا عملت واحد التيست انه رمينا الهضره، سربنا الهضره على انهم هذا مستثمرين قطريين، فاذا به كنتفاجئوا انه عيطوا قطر كامله، جميع الشركات اللي كاينين في قطر اتصلوا بهم، ما خلاوش شي شركه في قطر ما اتصلوش بها، كيخصو يعرفوا شكون هي هذه الشركه هذه. وهاد الشركات قطر دي هي سربت هذه المعلومه هذه باش بنادم ما يمشيش ينصح باش يفتش في كاين الصح، يفتش في هذه قضيه قطر. دابا انا كنقول لك محبين الفريق الله يجازيهم بخير انه هادشي هذا راه تري كونفيدونسيال، ما خصوش هادشي هذا خصوش يتسرب. وشركه عندها معنا واحد البند عامله لنا في الايميل اوفيسيال اللي وصل الايميل ديال اتحاد طنجه، كتقول لنا فيه على انه هذا سري للغايه، ولا خرج ولا تعرفت الشركه اللي غتقوم بهذا الشيء هذا يعتبر هذا الشيء هذا لاغي. فهمتي؟ حنا ما خصناش نوصلوا لهذا الشيء هذا، حنا خدمنا واحد الخدمه كبيره عملناها، وهاد الناس اللي جاو هادو راه جاو غيوصلوا لاتحاد طنجه اكبر قمه ان شاء الله باذن الله. فهمتي؟